مشاهدين قناة الشلال. ومعاكم بخيت سعد مبارك لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق. المدينة هاي اللي هي كانت تستخدم الذهب سابقا. هذه المدينة اشتهرت بالكثير من المعالم في مختلف المجالات. تتميز يعني بالعلاج الطبيعي العالي المستوى. من الحاجات المميزة بها مساجد حوالي 123 مسجد. همزة وصل بين الغرب وبين الشرق في إيطاليا. فأطلق على هذه المدينة بأم المدن وقلب أوروبا. هنتكلم عن مدينة عربية خليجية بين قوسين مدينة استثنائية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنقدم لكم مدينة زرناها اللي هي مدينة موجودة في فرنسا. مدينة تعتبر طبعا تهفو إليها أفئدة الملايين من البشر. تشتهر بأفعل التفضيل وهي محببة إلى قلبي. أتمنى تكونوا محظوظين في أول كبسة على الزر وتحصلون الاسم يعني. مدائن حبيبة. مدائن حبيبة. اليوم بدي أحكي لكم على مدينة موجودة بآسيا. المدينة هاي بفرقها على الأماكن التانيين بآسيا إنه فيها كتير جنسيات موجودة. فيكم تلاقوا فيها جنسية موجود الهنود كتير، في كتير كمان العرب، وأكيد اللوكل الموجودين هونيك. الحلو إنه فيها كتير ديانات، يعني ما بتعرف إنه شو الديانة الرئيسية لهي البلد، فبتروح بتلاقي الهندوس، بتلاقي الإسلام، بتلاقي المسيحية، فبتستغرب يعني إنه شو أكتر شيء موجود عندهم. شيء حلو عندهم كتير حلو أكيد الطبيعة. يعني إذا بدك تغير جو وبتروح حتى تنقي فكرك بتروح على هالمكان لأنه فيه طبيعة كتير خلابة. شيء كمان أنا يعني ما حبيته كتير هو الأكل تبعهم. الأكل ما كتير بيشهي، بس فيك بتلاقي يعني أكلات تانية. فيك بتلاقي إذا بدك الأكلات العربية بتروح على مطاعم عربية، إذا بدك هندية بتلاقي، بس الأكل المحلي ما كتير أنا حبيته، ممكن عالم تاني بتحبه. شيء كمان معروف عندهم الشعب تبعهم كتير خلوق وبيفرحوا بالأجانب وبيساعدوهم كتير. شيء كمان لفت لي انتباهي انه يعني المواصلات تبعهم فور فري، يعني فيك تطلع بالباص او تطلع بالترين او اي شغله ما بتدفع مصاري. بس من الناحيه الثانيه التكاسي كتير مكلفه، يعني ممكن لانه كل العالم عم تستعمل المواصلات، فهيك الشيء التكاسي ما عم يستعملوا العداد على طول. انت بتفوت بيقولوا لك يلا بدك تدفع 100 درهم مثلا على من هون لهونيك، فلازم انه بتتناقش معهم وهيك. ما بعرف اذا حضرتوها لهالبلد، ان شاء الله تكونوا الاشياء اللي اعطيتكم اياها واللي حكيت لكم عنها ساعدتكم حتى تعرفوا البلد. هي العاصمة وأكبر المدن من حيث عدد السكان. تأسست المدينة عام 1850 حين استأجر رجاء عبد الله رئيس الملايا وفيكلانج بعض العمال الصينيين للعمل في مناجم القصدير. وتتميز الجغرافيا فيها بوجود وادي كلانج الواقع بين جبال تيتو أنغزا ومضيق مالاغا. تعتبر المركز الثقافي والمالي والاقتصادي في ماليزيا.
تشكل السياحة فيها أحد أهم ركائز اقتصاد المدينة من ناحية توفير الدخل والعمل والفرص التجارية، وتحوي على عدد من الفنادق الكبيرة، إذ يزور المدينة في كل سنة عدة ملايين سائح لتصبح المدينة الخامسة في العالم من ناحية عدد الزيارات إليها. وهناك بعض المراكز والوجهات السياحية أهمها ساحة مرديكا، مجلس البرلمان الماليزي، استانا بودايا، استانا نيغارا، المتحف الوطني في ماليزيا، السوق المركزي، مسجد جامك، مسجد ناغارا، ومسجد الإقليم الفيدرالي، كما تحوي على 66 مركزا للتسوق والأزياء، ويجري تنظيم حدث ضخم للبيع والتسوق في المدينة 3 مرات في السنة. أما من الناحية المعمارية فإنها تعتبر مزيجا من التأثيرات الاستعمارية القديمة والتقاليد الآسيوية والإسلامية، حيث شيد الكثير من المباني أثناء الاستعمار ونهاية القرنين 19 والعشرين، وتبرز فيها متنزهات طبيعية جميلة جدا، على رأسها حدائق البحيرة بجانب مبنى البرلمان وحديقة الطيور. كما تبرز كمركز للثقافة، حيث تضم المتحف الوطني وفيه مجموعة من التحف واللوحات من جميع أنحاء البلاد، وإلى جانبه متحف الفنون الإسلامية الذي يضم أكثر من 7000 قطعة أثرية إسلامية. وعلى خلاف سائر المدن الآسيوية فإن الناس يعتمدون على النقل العام بشكل أساسي، حيث تتوفر السكك الحديدية والحافلات وسيارات الأجرة، ويوجد فيها مطاران، الأكبر بينهما هو المطار الدولي في سيانغ، أما المطار الثاني فهو مطار السلطان عبد العزيز شاه. وتشمل السكك الحديدية الخفيفة والقطار السريع والقطار الكهربائي الذي يصل أيضا مدن ماليزيا وسنغافورة وتايلاند. ومن المعالم البارزة فيها أسواقها الكبيرة والجذابة، وساحة مرديكا والمسجد الوطني والقصر الملكي والأكواريوم والمنارة، رابع منارة في العالم، وملاهي تايم سكوير والعجلة الدوارة. حلبة سيبانغ الدولية، افتتحت حلبة سيبانغ الدولية في 9 مارس عام 1999 لتكون أول حلبة سباق دولية في الدولة، وقد جهزت الحلبة لتستوعب سرعات خيالية تفوق 300 كيلومتر في الساعة. الأوركسترا، تأسس ديوان الأوركسترا عام 1997 في أحد أبراج البتروناس الشهيرة ليكون أحد أعمدة البناء للحضارة الموسيقية فيها. متحف الفنون الإسلامية، إن الإسلام كحضارة ودين ازدهر على هذه التخوم من العالم على مدار ما يقارب 5 قرون، متأثرا ومؤثرا في ومن الحضارات الصينية والهندية، ومتعلما من الثقافة المالية المحلية، ومغيرا لها كل ما تجذر فيها بفعل الزمان والعشرة. مهما قرأ الإنسان الكتب عن بعد لا بديل من خوض التجربة لتمكين الوعي، وهنا تكمن أهمية زيارة متحفها. فهنا باستطاعتكم التماس بعض الفهم لفكرة وحقيقة احتكاك الحضارة الإسلامية بالحضارة المحلية، والسرحان بخيالكم في عصور من التجارة العربية والإسلامية وتبادل المعرفة مع هذه الأجزاء من العالم. برجا بتروناس التوأمان، مشهد الأبراج عن بعد يزين أفق المدينة ليلا أو نهارا، لكن بدون أدنى شك يشكل برجا بتروناس منذ بنائهما المعلم الذي يرتبط بخيال الجميع مع المدينة، وهما تحفة معمارية بلا شك، مبنيان على طراز أبراج المعابد البوذية المنتشرة في جنوب شرق آسيا والهند، ولا يمكن تجاهل سطوعهما الرائع ليلا وهما مكللان بالأنوار، ومن على قمتهما هي فرصة لرؤية المدينة من علو شاهق. فمن هذا العلو الشاهق يمكن رؤية بعض الأماكن البارزة وملاحظة هيكلة المدينة وتكوين بعض من صور ذهنية عن المدينة، ما قد يساعدكم على تجوالها بشكل أفضل، وبدون أدنى شك سيساعدكم هذا على تذكر المدينة وتجربة السياحة فيها بشكل أحسن. مسابقة الشهر الكريم لهذا العام، الجزء الثاني من مدائن حبيبة، فأهلا بجميع الراغبين في الاشتراك وما عليهم سوى معرفة أسماء المدن 20 وتجميعها كاملة للفوز بإحدى الجوائز النقدية، ومجموعها 15,000 درهم، تبدأ ب5,000 درهم و4,000 درهم وتنتهي ب1,000 درهم نقدا، إضافة إلى تذكرة سفر، بالإضافة إلى جوائز أخرى.